مساء الفل يا جماعة، عاملين يا رب تكونوا بخير. جايلكم بحلقة جديدة من كلام جمهور عن ماتش باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اللي لسه خلصان. وماتش كان حلو نوعا ما، كان متوسط، ما كانش اللي هو من الماتشات الكبيرة جدا اللي كان فيها خطوات كتيرة، ولكن ما كانش برضو من أسوأ الماتشات اللي انت ممكن تشوفها. ولكن قبل ما نبدأ طبعا حابب ان انا اعتذر جدا بأننا كتير قوي ما بنعملش فيديوهات، ولكن غصب عني والله. يعني كنت عايزين ناخد بريك كده شويه من اليوتيوب، لان احنا كمان مش والله مش واخد بريك برضه، احنا بنصور حلقات بودكاست وحلقات تحديات اللي هتنزل لكم في الصيف. قلنا مش هننزلها خلاص السنه دي، احنا السنه دي معانا اللي هي الحلقات بتاعتنا العاديه، التشكيلات والحاجات دي كلها. نخلي البودكاست والتحديات للصيف، لان في الصيف معظم اليوتيوبرز ما بينزلوش اي حاجه تقريبا، فانا شخصيا ببقى قاعد زهقان يعني. دي تحديات كده برضو، حاجة في اللذيذ منه تقعد تتفرج عليها. اي نعم فيديوهات ممكن تبقى ساعة الا ربع او نص ساعة وكده، ولكن صدقوني حلقات هتبقى تعجبكم جدا ان شاء الله. عايزين بنعمل فيها اكتر حاجة نقدر ان احنا نعملها بالامكانيات اللي معانا. فيلا مش عايز ندخل في تفاصيل اكتر من كده. قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد، وتضغط لايك وتدوس مشاركة طبعا، وتضغط لنا لايك، وتكتب لنا ايه الحلقات اللي انت عايزنا نكتر منها. وخلاص ما تقلقوش، هنرجع لكم كل حاجه يا جماعه. انا عارف ان انا كنتش بنزل دي تعتبر اي حاجه، هننزل لكم بكره كمان. هنعمل على ماتش ليفربول وريال مدريد، وهننزل لكم يوم الخميس حلقه الفانسي، وكل حاجه هترجع زي ما كنا موجودين. بس هي الاسبوعين اللي فاتوا بس كان فيها لخبطه والواحد كان مكسل شويه، ولكن رجعنا لكم تاني. فيلا بينا نبدا على طول بماتش باريس والبايرن، اللي كان من اول الماتش انت حاسس ان في دربكه كبيره جدا من الفرقتين في خط النص. يعتبر الفرقتين ما كانوش عارفين في اول تقريبا دقيقتين ثلاثه، ما كانوش عارف حد ان هو يمسك كوره ويلعب لعب بتاعه، لا ما كانش في اي حاجه من دي. ف لخبطه كبيره جدا، وهوب هجمه قامت حاصله ليه من كوريتسكا في الدقيقة الثالثة، اللي برضو بشكل غريب جدا يضيعها كوريتسكا. يعني اللي برضو اللاعب وقف على مهله وكل حاجة، ولكن كانت غريبة قوي ان كوريتسكا اللي اهو شايفه بدأ ياخد تاني مع كومباني. اعتقد ما كانش بيلعب مع كومباني اساسي، ولكن بدأ، ودي كانت اول كورة في الدقيقة الثالثة من كوريتسكا. وبعد كده تصدي رائع من سوبونوف، اللي معرفش مين ده بصراحة، كان من احد الحاجات اللي هي مين سوبونوف، بس عمل والله عمل ماتش هايل جدا جدا بالنسبة لي، احسن من دوناروما بكتير. فسوبونوف طبعا الكرة اللي صدها من موسيالا في الدقيقة الستة في غفلة من الدفاع، الراجل وقف بصدره وشاط، ولكن سوبونوف كان، انا حتى معرفش والله بقول اسمه صح ولا لا، بس هو تقريبا سوبونوف يعني حارس باريس. ففي الدقيقة الستة دي كانت برضو كرة كانت خطيرة جدا، تعامل النهاردة مع كل الكرات بشكل هايل. حتى كرة الهدف اللي هنتكلم عليها الراجل ما كانش يقدر يعمل فيها اي حاجة، عمل كل اللي يقدر عليه. بعد كده في هجمة خطيرة جدا برضو لبايرن ميونخ، ولكن تألق تاني من سوبونوف، ولكن مش فاكر مين اللاعب، كان تقريبا كومان برضو اللي عمل ماتش هايل النهارده. وكانت غريبة بالنسبة لي ان هم كانوا عايزين يبيعوه اصلا في الصيف، مش في الصيف اللي هو اللي لسه خلصان، كان هيطلع اعاره ليوفنتوس او لبرشلونة، ولكن قعد في اخر الساعات. فدي برضو كانت غريبة شوية بالنسبة لي. قدم ماتش هايل بصراحة. كرة تانية برضو البايرن، زي ما بقول لكم البايرن كان اخطر بكتير جدا 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 في الشوط الاول. باريس كانت بتروح بهجمات، كانت تمسك كرة على الخفافي، ولكن بدون اي فاعلية. النهاردة لو قلت لك افتكر لي هجمة خطيرة باريس عملتها، مش هتفتكر تماما. كل الحاجات كانت بتقف تقريبا عند خط ال 18 بتاع بايرن. يا اما الكرة بيقطعوها الدفاع، يا اما بتخبط في الدفاع. اللي كان عاملين النهارده صدادة دفاعية بايرن ميونخ غير طبيعية. اي لاعب كان بيشوط كانت على طول تخبط في اي لاعب، ما كانتش بتروح خالص لمانويل نوير. حتى لو راحت كانت بتبقى كور سهلة جدا، زي مثلا تسديد جواو نيفيس اللي كانت بره، او تسديدة تانية اللي قدر يتعامل معاها، او تسديد ديمبلي حتى اللي برضو كل ده كان في الشوط الاول. بعد كده تمريرة هايلة جدا، مرور هايل من كومان، وتوغل وراح، وقلنا خلاص دي كور كومان اللي بتيجي جون، ولكن للأسف يجيبها
فوق المرمى في الدقيقة 28. توغل هاجل بصراحة، مرة واحدة تلاقيه وشه للجون، ولكن يعتبر يعني شوف انت عايز بقى تشوفها ايه، ان هي جت جنب العارضة، جت فوقه، يعني هي جت من ناحيتين، هي جت من جنب العارضة وطلعت على فوق، فانت شوف انت عايز تحسبها ايه. وبعد كده كرة تاني بتضيع بشكل غريب جدا من زائر إيمري، وشكل متخلف جدا من زائر إيمري بصراحة النهاردة بيضيعها، غريبة جدا. المرمى هنا ده شطهلك هنا، غريبة جدا 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 كانت النهاردة لما عملها له تقريبا ديمبلي ولا مش فاكر مين في الدقيقة 29 اللي كانت ممكن تبقى هدف، كان لوحده تماما، ولكن شاطها بره، معرفش بصراحة شاطها فين، ولكن ماشي. بعد كده في كمان الكورتين الخطيرين جدا من ديمبلي، تصدي ليها طبعا مانويل نوير، وصاروخ جواو نيفيز اللي بقولك عليه في الدقيقة 82. كورتين كانوا تقريبا اخطر كور باريس النهارده في الماتش بصراحه، دول اخطر كورتين اقدر اقول لك، مش في الشوط الاول لا، تقريبا في الماتش كله لنادي بايرن باريس سان جيرمان سوري. بعد كده هنخش تاني بقى في هدف اول لنادي بايرن ميونخ، مستحق جدا جدا جدا، يعني يحمدوا ربنا ايه، يحمدوا ربنا ان الماتش خلص 1-0 للبايرن. الماتش ده على الاقل يخلص 3-4 مستريح، كانوا بايرن ماسكين كرة افضل بكتير، كومان لوحده ده ضيع له تقريبا كورتين 3، وهكذا موسيالا ضيع له كورتين برضو، فكويس قوي ان طلع 1-0. فزي ما بقول لك كرة هالية اصلا هي كرة، ومن وهي في العرضية كانت هتخش في الجون، صدها سوبونوف، اتردت كيم من جوي دب واحدة في الجون، ما حدش يقدر يعمل لها اي حاجة عشان يبقى الجون الاول لنادي بايرن ميونخ في الشوط الاول. بعد كده كرة هايلة وخطيرة جدا من كومان وتمريرة، ولكن فوق العارضة برضو يعني بايه بسنتي، يعني فوق العارضة اللي هو اللي عملها نوب دي كانت برضو كانت هايلة جدا جدا جدا. انا نسيت اقول لكم للاسف معلش التشكيلات، فنرجع تاني كده نقول لكم على طول التشكيلات الاول قبل ما نبدا. تشكيلة بايرن ميونخ بيلعبوا بيه مانويل نوير، اوبامكانو، كيم مين جوي، لايمر، ديفيز، كيميتش وكوريتسكا، كومان، موسيالا، سانيه وهاري كين كمهاجم. بالنسبة لنادي باريس سان جيرمان سوبونوف في حراسة المرمى، باشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي ونونو مندش، بيلعبوا قدامه فيتينيا، زيدان إمري، جواو نيفيز وفابيان رويز، قدامهم 2 باركولا وديمبلي. ونروح على الشوط التاني اللي كان سيء جدا بالنسبة لي بصراحة، كنت حاسس ان انا قاعد بتفرج على مسلسل، يعني انا سبورة الشوط الاول مملية، الشوط التاني نصها يعتبر اللي مملي، معرفش انا كنت قاعد عامل كده قدام الماتش اللي هو هيروحوا امتى، مفيش اي كور عدله بتروح زي ما بقول لك. حتى بايرن اللي في الشوط الثاني هدت تماما وبدات تمسك كور وتلعب واحده واحده، معرفش ايه اللي حصل، ولكن ماشي. بعد كده في الشوط الثاني اللي برضو زي ما بقول لك يعتبر زي الشوط الاول بالظبط، البدايه بتاعته هي الاثنين الكره متلخبطه ما حدش عارف يعمل فيها ايه، ده كان نفس الكلام اللي بيحصل في الشوط الثاني. بعد كده طرد الديمبلي على طول في الدقيقه 56، من اسوأ المباريات بصراحه اللي شفتها الديمبلي، سواء الماتش ده او ماتش ارسنال، الاثنين كانوا ماتشين زي الزفت في الدوري ابطال افريقيا، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اوروبا. لا ديمبلي النهارده ماتش سيء تماما، سواء هو او باركولا او هاري كين، بصراحه الثلاثه المهاجمين زي الزفت. في الدقيقه 56 اتطرد. بعد كده بايرن مسك كوره بشكل كبير جدا، حتى باريس ماسكه كوره، لكن زي ما بقول لك بتخلص في منطقه ال 18 يا اما بتتخطف منهم اصلا، ده كان اللي بيحصل. باريس برضو عملت ماتش سيء بصراحه النهارده. وبعد كده في طبعا كوره خطيره جدا من نونو مندش، دي يمكن نقدر نقول عليها خطيره في الشوط الثاني، بعد من اول نزول ليه كانجين اللي هي الكره اللي لعبها له بالعرض دي في الدقيقه 65 بس كده. وبعد كده في كره تانية خطيره جدا من كومان، ولكن فوق العارضه بعد خروج نوير، هي اللي بقول لك نفس بتاعت الشوط الاول برضو، جت فوق العارضه يا دوب ب 2 سم ولا 3 سم، كانت كوره هايله، هجمه مرتده خطيره جدا كانت من كومان. بعد كده كوره حلوه جدا من موسيالا بصراحه برضو، وتصدي ليها وهو سوبونوف، ثم بعد كده ماركينيوس يطلعها كده. بالنسبه لنا الشوط الثاني انتهى
كان شوط زي ما بقول لك سيء تماما، مفيش اي اثاره فيه خالص. نروح للتقييمات ونبدا ب باريس سان جيرمان. سوبونوف 7/10، باشو 5، ماركينيوس 5، حكيمي 5، نونو مندش 3، عمل ماتش سيء بصراحه. فيتينيا 4، زيدان إمري يعني 5، جواو نيفيز عمل ماتش كويس راحه 6، فابيان رويز ماتش سيء جدا 3/10، ديمبلي 2/10، باركولا 2/10. طبعا للاسف كل التبديلات مش هنقيمها، التبديلات عملت في الدقيقه 72 ولا 75 وتبديل في 81، مش هنلحق نقيم اي حد، مش هنقيمه على ربع ساعه. تشكيله طبعا بايرن: نوير 7/10، اوبامكانو 7/10، كيم من جوي 8/10، لايمر 7/10، ديفيز 6/10. ماتش ما كانش كويس قوي من ديفيز بصراحه. كيميتش 7، كوريتسكا 6، موسيالا 6، كومان 8، ساني 8، هاري كين 4، واحمد ربك. نقول لكم على التبديلات اللي حصلت: مولر نزل مكان موسيالا، جنابري مكان كومان، ساني طلع ونزل اوليسيه، وهاري كين طلع ونزل ساشا بوي في الدقيقه 91. بالنسبه لباريس عملوا برضو 3 تبديلات، اللي كان جين مكان زيدان إمري، راموس مكان باركولا طبعا جونسالو راموس، اسينسيو مكان فابيان رويس. وبكده نكون نهايه الحلقه. حلقه كانت صغيره شويه ولكن الماتش ما كانش فيه كلام كتير نطلع نتكلم عليه. استنوا حلقه بكره ليفربول وريال مدريد، او مش بكره يعني، لا هتبقى بكره صح عشان انا بصور بالليل، فالحلقه لسه هتنزل لكم بكره. واكتبوا لنا واستنوا في حلقات انتقالات جايه. هتقول لي انتقالات ازاي ده لسه ما فتحش؟ اقول لك لا، ما دي بقى حاجه جايه في السكه كده. فاستنوا كل حاجه، افتحوا تنبيهاتكم عشان يوصل لكم الفيديوهات، ويوصل لكم فيديو الفانسي اللي هينزل يوم الخميس. اشوفكم في الفيديو ده على خير، يا رب يكون يومكم سعيد. متنسوش اللايك والاشتراك. بس كده، يلا سلام.